بعد الديربي خرجت الصحافة المدريدية بملاحظة مثيرة، تفاصيل لم نشهدها طوال الموسم وظهرت لأول مرة في اللحظة الحاسمة. فمع اقتراب معركة مانشستر سيتي بدأ المحللون في مدريد يتحدثون عن سيناريو قد يبدو جنونيا للبعض، ليس فقط فوز ريال مدريد بل اكتساح كامل لفريق بيب غوارديولا في معقله. فإذا كان هناك شيء مقدر له أن يسوء فسيسوء، وريال مدريد يسافر إلى السيتي بهذه الدفاعات التي تثير الرعب. لكن الغريب أن إصابة لوكاس فاسكيز التي تعود إلى 23 يناير لم تعتبر خبرا سيئا على الإطلاق، بل على العكس هناك من يرى أنها قد تكون نقطة تحول إيجابية في المواجهة القادمة. ريال مدريد يحل ضيفا على مانشستر سيتي في قمة نارية، فمن ينتصر ومن يسقط؟ توقع النتيجة الآن مع وانكس بيت واحصل على هدية تسجيل بقيمة $200 بعد أول إيداع لك. لا تفوت هذه الفرصة، فقط سجل من الرابط في أول تعليق وأدخل الكود الترويجي الظاهر أمامك على الشاشة. قبل ديربي مدريد كانت المخاوف تحوم حول الدفاع المدريدي، الجميع توقع انهيارا، ولكن ما حدث كان عكس ذلك تماما. الصحافة المدريدية لم تصدق عينيها وهي تشاهد أنطونيو روديغير وأورلين تشاوميني يتحولان إلى جدار صلب، حتى أن أسينسيو في بعض اللقطات ذكرهم بسيرخيو راموس نفسه. والمذهل أن المدافع الألماني في 20 مباراة مع الملكي لم يرتكب خطأ واحدا. أما تشاوميني الذي كان ضحية صافرة الاستهجان في البرنابيو فقد نهض من تحت الرماد وتحول إلى ركيزة دفاعية، حتى انتهى به الأمر وهو يتلقى تصفيق الجماهير. وللمرة الأولى هذا الموسم ظهر ريال مدريد وكأنه كتلة واحدة، لا استعراض فردي ولا أنانية بل التزام كامل. حتى كيليان رغم إصابته ركض في الدقيقة 93 للدفاع عن هجمة مرتدة. هذا هو الفريق الذي يمكنه تدمير مانشستر سيتي. الصحافة المدريدية ترى أن مانشستر سيتي لم يعد ذلك الفريق المرعب، والنتائج تثبت ذلك. 13 هزيمة هذا الموسم، وكلها تقريبا جاءت بنفس الطريقة. أي فريق يضغط عليهم جيدا ينهار السيتي تماما، وهذه أصبحت الكابوس الأكبر لغوارديولا. اللقطات من دكة البدلاء تظهر مدربا يائسا، فريقا بلا حلول، وكأنه فقد السحر الذي جعله قوة لا تقهر في السنوات الأخيرة. ومع غياب رودري يبدو أن مانشستر سيتي أصبح أكثر هشاشة من أي وقت مضى. ولكن الغريب في الأمر أنه منذ إعلان القرعة لم يكن القلق في مدريد منصبا على السيتي نفسه، بل على ما قد يفعله كارلو أنشيلوتي. مع الإصابة التي ضربت الفريق لم يعد هناك مجال للتجارب، التشكيلة أصبحت واضحة، والشك الوحيد المتبقي يتعلق بعقلية اللاعبين. أول الموسم كان البعض يشكو من غياب القادة داخل الفريق، لكن في الديربي الأخير ظهرت شخصية قيادية غير متوقعة. ماركو أسينسيو، داني سيبايوس الذي قدم 100 تمريرة بدقة 99% في مباراة واحدة، الرقم لم يحدث منذ 2018. وجود بيلينغهام حتى لو لم يكن في أفضل حالاته كلها مؤشرات تدعو للتفاؤل. لكن المخاوف حسب الصحافة المدريدية مخاوف التحكيم، حيث سيقود المباراة الفرنسي كليمان توربان الذي لم يخسر ريال مدريد أبدا تحت إدارته، بل كان حكم نهائي دوري الأبطال الأخير. الأسباب التي تدعو للتفاؤل الصحافة المدريدية: ريال مدريد لم يفز أبدا في ملعب الاتحاد، وربما حان الوقت لكسر اللعنة. فينيسيوس لم يسجل في الدوري منذ أكثر من 3 أشهر، ربما سيعود في اللحظة الحاسمة. ومبابي مدين لريال مدريد بأمسية أوروبية عظيمة، وربما هذه الليلة هي المنتظرة. وختمت الصحافة المدريدية تقريرها بالقول: إن وصل ريال مدريد إلى الإياب بأقصى جاهزية فلن يكون السؤال عن إمكانية التأهل، بل عن مدى قسوة الانتصار الذي سيحققه الميرينغي. وأنتم يا عشاق الساحرة المستديرة، ما رأيكم في قول الصحافة المدريدية؟ وما توقعكم لنتيجة هذه القمة النارية؟ شاركونا آراءكم في خانة التعليقات.